السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هنا من قناة يوميات هنا. هعمل معاكم ايه النهارده؟ كور شوكولاتة من بسكوت الاوريو بطريقة حلوة جدا هتعجب ولادكم، وكمان بقلل تكاليف. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس في نهاية الفيديو اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد في قناة يوميات هنا. ما تنسونيش في الشير. يلا بينا نبدأ المقادير مع بعض. انا معايا النهارده شوكولاته مبشوره لتزيين، وشوكولاته بني هعملها جنش، واربع عبوات بسكوت اوريو، وسوداني، ولبن، ومعلقتين كريمه لباني. يلا بينا نبدا مع بعض الطريقه. اول حاجه هعملها، هجيب الكبه بتاعتي او الخلاط، وهطحن البسكوت بتاعي كويس جدا جدا. انا عايزاه يبقى ناعم قوي، مش هطلع منه الكريمه اللي في النص علشان هتديني طعم حلو قوي للكور بتاعتي. جربوا الطريقه دي، هتطلع يعني بجد كور شوكولاته طعمها تحفه جدا جدا. وهطحنها كويس قوي قوي في الكبه بتاعتي. هخلص كل الكميه اللي معايا، وهجيب بوله واحطها فيها، وهجيب الكريمه اللباني. طبعا الكاميرا وقفت في الحته دي. هحط معلقتين بالظبط كريمه لباني، بتدي طعم تحفه. او لو مفيش كريمه لباني ممكن تحطوا معلقه لبن، وتعجنوا البسكوت كويس جدا جدا. انا مش عايزاه يبقى متماسك ولا يبقى هش، انا عايزه اما اجي اكور الكوره بتاعتي تبقى تتكور في ايديا وما تبقاش معجنه قوي. وبعد ما عملت البسكوت بتاعي، هجيب السوداني وهنعمه برضو كويس جدا، او اي نوع مكسرات عندكم اللي متواجد في البيت، وهطحنه كويس جدا علشان احطه في الكور بتاعتي. بس مش عايزاه يبقى ناعم قوي، انا عايزاه يبقى متكسر كده، ولا هو ناعم قوي ولا يبقى يعني السودانيه بسودانيتها زي ما انتم شايفينه كده. وهجيب الكور بتاعتي او البسكوت بتاعي، هعمله كور واحط فيه سوداني، هقفل عليه علشان يبقى طعمه حلو. السوداني هيديله طعم حلو قوي مع الشوكولاته اللي انا هحطها عليه. هكور كل الكميه اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هعمل واحده تانية بنفس الطريقه. جربوا الطريقه دي هتعجب ولادكم جدا جدا، وممكن كمان تعملوها يفطروا بيها الصبح، او مثلا ياخدوها، ممكن تحطوا لهم واحده في اللانش بوكس برضو حلوه جدا جدا. هعمل كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هرجع لكم تاني بعد ما عملت البسكوت كله بتاعي. عملت 6 وحدات. هجيب الشوكولاته بتاعتي وهبتدي اسيحها على النار. الجناش ده انا عملته معاكم قبل كده بكذا طريقه. هحط الشوكولاته المبشوره، ابشروا الشوكولاته علشان بتسهل عليكم يعني التسييح بتاعك، بدل ما تبقى القطعه بقطعتها بتبقى صعبه جدا في التسييح على النار. وهحط نص كوبايه لبن، وهسيحها على نار هاديه جدا لغايه ما تبقى سايله قوي معايا، زي ما عملت معاكم الجنش قبل كده. بتبقى طعمها حلو جدا جدا الشوكولاته مع البسكوت كمان. ده الجنش بعد ما خلصته احط له معلقه زبده صغيره قوي عشان تديله لمعه. كنت بعمله معاكم بالكريمه اللباني، دي طريقه برضو تانية. لو ما عندكوش كريمه لباني ممكن تحطوا شويه لبن وتحطوا حته زبده صغيره تدي للشوكولاته لمعه، علشان يبقى الشوكولاته بتبقى وانتوا حاطينها على التورت او اي حاجه تعملوها او قطع جاتوه تبقى فيها لمعه. بعد ما خلصناها هسيبها تبرد شويه، وهبتدي بقى دي انا نقلتها في حاجه في بوله. بعد ما بردت معايا هبتدي اخد كور الشوكولاته واحطها جوه الجنش بتاعي.
هحطهم 3 3 علشان اقدر اعملهم بطريقه حلوه. وهجيب شوكه او معلقتين كده زي ما انتم شايفين، هقلب الكور بتاعتي البسكوت. وهجيب بعد ما اخلص البسكوت بتاعي هجيب مصفى، وهجيب احط في تحتيها طبق، وهنقل بقى الكور بتاعتي علشان تصفي الجنش بتاعها او الشوكولاته بتاعتها، ما يبقاش الشوكولاته كتيره قوي فيها. اصفيها خالص خالص، وبعد كده هنقلها في طبق. جربوا الطريقه دي، حلوه جدا جدا. اخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه كده، نفس الطريقه دي. وبعد ما هطلعها من طبق الشوكولاته او المصفى بتاعتي، هحطها شويه في التلاجة علشان تمسك معايا. بعد ما هحطها في التلاجة هتشوفوا هي هتبقى طالعه متماسكه وحلوه ازاي. هوريها لكم. الشوكولاته دي هتمسك خالص، وطعمها كمان تحفه. حاجه بسيطه وسهله ممكن تعملوها لاولادكم، وطعمها بيبقى حلو جدا. طبعا بسكوت الاوريو كلنا عارفين انه طعمه بيبقى حلو قوي في اي حاجه ممكن اعملها فيه. بعد ما حطيتهم في المصفى هحطهم في التلاجة زي ما قلت لكم بالظبط نص ساعه. هي بتمسك بسرعه جدا. نص ساعه هطلعها من التلاجة عشان ازينها معاكم. هحطها في طبق التقديم. بعد ما طلعتها زي ما انتم شايفين كده الكور كانت ناشفه معايا خالص. هجيب اي حاجه، انا جبت صوص كراميل وهزينه بيها، ولو حابين تحطوا شوكولاته مبشوره زي ما انتم عايزين، اي حاجه عندكم زينوها عشان شكلها النهائي يبقى حلو. وده بقى شكلها النهائي بعد ما حطيت عليها صوص الكراميل. كمان زينتها بالشوكولاته البيضه المبشوره. ده شكلها النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في قناه يوميات هنا. وطبعا ما تنسونيش بالشير. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، وتكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه حلوه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.